من عين الحمراء. نبيل هريولي له شقيقان أكبر منه، وهما حليم وهشام، تخصص في الجمباز منذ صغره، قادما من عائلة من الملاكمين. بدأ بدوره الملاكمة الإنجليزية قبل أن يتحول إلى ملاكمة الركل في سن 13. مستوحى من أساطير مثل مايك تايسون أو محمد علي ذهب في سن 14 إلى حفل الملاكمة لحضور معركة أخيه الأكبر الذي يمارس الملاكمة كمحترف. سلم هذه الحفل نبيل هريولي للدخول في لعبة الكيك بوكسينغ إلى الأبد. وقع أول عقد احترافي له مع ديوجن في سن 18 في 13 أبريل 2019. انتصر في معركته بعد 3 جولات ضد الفرنسي يوسف قدادر في يوركيز بفرنسا 1 في 16 يوليو 2021. من المقرر معركة ضد الإسباني خوان داراجان في انفيوجن كاتجي فانتس 5 إما 2 قبل يوم واحد من موعد القتال. ينسحب خصمه دون إبداء أسباب محددة. في 3 سبتمبر 2021 ظهر لأول مرة في أيميمة في أنفيوجن في معركة ضد الإنجليزي كايل تود 3. فاز بهذه المعركة في الجولة الأولى. في الثانية 45 في 12 نوفمبر 2021 فاز بمباراة الكيك بوكسينغ الخاصة به في 30 ثانية في الجولة الأولى ضد التركي عز الدين التونس 4. يلقب نبيل بالتايسون بسبب لكمتها المتفجرة التي تسببت في العديد من الضربات القاضية. طوله 1.72 سنتيمتر ووزنه 67 كيلوغرام، ولعب 41 مباراة وفاز بهم كلهم و21 مباراة بالضربة القاضية، وقد حقق بطولة المويتي وبطولة أوروبا وبطولة العالم للجائزة الكبرى.